السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض سمك سنجاري بطريقه سهله وبسيطه. هنعمله زي ما بناكله بره. انا اكلته في مره قبل كده في مكان مشهور جدا للسمك، كان بالطريقه دي وسالت على الطريقه وعرفت بتتعمل ازاي. فالنهارده هجيبه لكم زي ما اكلته بالظبط. وكمان هنعمله في حله المالتي كوكر بتاعت تيفال، الحله الكهرباء. هتسهل علينا الوقت كتير وهتوفر تعب ومجهود كتير. طيب دلوقتي انا جايبه السمك مقطعاه بالطريقه دي، طبعا نضيف ومغسول ومتنشف ومتقطع شرايح كده بالشكل ده. طبعا السنجاري ممكن نعمله بالبلطي او بالبوري او باي نوع سمك تحبوه. انا مقطعاه شرايح تخينه شويه. متبلاه هنا بتتبيله السمك العاديه اللي هي توم وملح وكمون ورشه بابريكا ورشه صغيره فلفل اسود. هنا الخضروات اللي معايا في السنجاري، هحط فلفل اخضر، فلفل بارد او فلفل الوان، يعني اي فلفل الوان عندك. هحط جزر، هحط بصل وفلفل احمر حراق وفلفل اخضر حراق. وهضيف طماطمايه متقطعه صغير. سر تتبيله السمك السنجاري وسر النكهه القويه اللي احنا بناكله بيها وبيعجبنا قوي لما بناكله عند حد وبنتكسف نسال هو ايه، طبعا الكزبره الناشفه دي، يعني هي سر الخلطه، هي البطل بتاع النهارده. انا هبدا على طول في السمك، هحطه معاكم في الحله. هبقى اعمل لكم ريفيو عن الحله المالتي كوكر بتاعت تيفال اللي هي 45 in 1. هي جميله جدا ومشهوره قوي وبتسهل وقت كتير. يا دوب انت بتختاري الحاجه اللي انت هتعمليها وهي بتحسب لك التايم من نفسها. يعني مثلا هنا عندنا الخضار، مش عارفه هيبان قوي من الاضاءه ولا لا، السمك، الفراخ، اللحمه. انا كنت جايباها من برا مصر، عشان كده اللغه المكتوبه عليها هتلاقوها غريبه شويه. هي بتحدد الوقت بالظبط اللي هو محتاجاه الطبخه. اول حاجه هعملها، هنفتح الحله كده مع بعض. طبعا انا موصلاها بالكهرباء، شايفين الحله من جوه جوينا قد ايه. دي تقريبا ساعتها 10 لتر. هي كويسه قوي ومناسبه جدا معايا. اول حاجه هعملها دلوقتي، اول حاجه هعملها انا شغلت الحله، خليتها كده ستاند باي معايا. هحط معلقتين من الزيت كده في الحله من تحت عشان ما يخليش الحاجه تلزق. هي بطبيعتها مش بتلزق، بس علشان احنا مش متعودين ناكل السمك من غير دهون خالص الا لو كان مشوي. فانا هعمله سنجاري فلازم يبقى فيها شويه دهون. تمام كده. انا كده بدأ التسخين عندي، كده التسخين شغال زي السخان بالظبط. اول حاجه هعملها، هنزل بالسمك اللي انا مقطعاه ومتبلاه ومجهزاه زي ما اتفقنا. انا تبلته توم، ملح وكمون ورشه فلفل صغيره ورشه بابريكا. اللي بيحب الحاجه سبايسي طبعا هيزود شطه. هحط السمك بالشكل ده. تمام، الحله بدأت تسخن معايا كده. هنزل بكل الخضروات اللي عندي اللي هي زي ما قلنا فلفل وجزر وبصل وفلفل حراق كده. هفضيهم بالشكل ده في الحله. طبعا وانتي شغاله اكتر حاجه هتسهل عليكي الشغل ان انتي تبقي مجهزه الحاجه مسبقا، يعني تبقي مجهزه كل الحاجات اللي انتي هتشتغلي بيها علشان بعد كده ما تروحيش تقطعي حاجه او تدوري على حاجه. تمام، طبعا زي ما اتفقنا قلنا هنا عندنا طماطميتين صغيرين متقطعين فوق الخليط اللي احنا حطيناه. هقلب. شايفين كده الحله شغاله معايا وبدات تحسب تايم لوحدها من غير ما قبل ما اختار. دلوقتي انا مختار خضار او سمك او لحمه او فراخ. انا طبعا هختار سمك بس انا لسه ما اخترتش، بس هي ايه شغاله بتحسب معايا وقت سخنت زي السخان. دلوقتي هضيف الكزبره الناشفه عشان هي سر الخلطه بتاعت النهارده. كتر شويه هتديني نكهه جميله خالص في السمك السنجاري كده بالشكل ده. وهبدأ أقلب الخليط بشكل جميل ومتناسق. طبعا الريحة بدأت تطلع فعلا الريحة من قبل ما السمك ما يستوي، بس ريحة الخلطة اللي أنا حطاها دي مخلية ريحته حلوة قوي. طبعا ده سبايسي